سهى السعيد، إدارة المرأة الشابة في دير الزور. نحن كاتحاد مرأة شابة نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالوقوف مع قضية القائد عبد الله أوجلان لما قدمه القائد للشعوب عامة وللمرأة خاصة، ليس فقط في شمال شرق سوريا بل في جميع أنحاء العالم كما رأينا. فقضية القائد وفكر القائد وفلسفة القائد أصبحت مثالا يحتذى به بالكثير من الثورات كثورة إيران التي أطلقت منذ فترة، وكالمرأة في باكستان التي أصبحت ترى المرأة في شمال شرق سوريا قدوة لها ومثلا أعلى لها لما حققته من إنجازات ضمن الحرب وضمن المؤسسات. الآن المرأة تعمل وترى الآن ترى نفسها مسؤولة أمام الوطن، وهذا كله أتى بفضل القائد عبد الله أوجلان وفلسفته وفكره. فنحن بدورنا كمرأة وكاتحاد مرأة شابة في دير الزور نطالب المنظمات بالوقوف على قضية القائد وممارسة دورها الإنساني اتجاه قضية القائد عبد الله أوجلان الذي يعاني من العزلة ويعاني من التهميش منذ 24 عاما، وهذا لا يصب في الإنسانية ولا يصب في مصلحة الإنسانية بشيء. فالقائد قائد أممي، القائد قائد يحمل شعار الشعوب المظلومة، وهو الآن بين 4 قطبان، لكن فلسفته وفكره الآن يتمتع بها الكثير من الشعوب. ونحن بدورنا نطالب بالحرية للقائد ونطالب المؤسسات الإنسانية والمنظمات أن تطالب بحرية القائد ووقوفها بوجه الاحتلال التركي.